المصانع. برجر المصانع اللي ما بيختلفش عليه اتنين. هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه. محضرين وصفه خطيره خطيره خطيره. كيلو من اللحمه المفرومه، عليها 150 جرام من الدهون علشان البرجر بيحب الدهون الكتير. تاني حاجه معانا ايه؟ معانا كوبايه من فول الصويا. هندخل خناقات عويصه دلوقتي، احنا هندخل خناقات عويصه وكبيره، ومش قادره اقول لكم هنعمل ايه على فول الصويا، عشان الناس اللي هتدخل تقول لي فول الصويا غلط على الرجاله، غلط على الاطفال الاولاد. انا هقول لك حاجه يا ست الكل، هو احنا البرجر ده هناكله كل يوم؟ لا، احنا مش هناكله كل يوم. البرجر ده احنا ممكن ناكله مره كل 15 يوم، مره في الشهر، فمش هيأثر. وبعدين احنا مش حاطين كميه كبيره. يأثر لو ايه بقى؟ لو انت جايبه بتاع المصانع. ليه بقى؟ لان المصانع اصلا اعتمادهم كله على فول الصويا وعلى التوابل اللي هم بيحطوها. لكن انا يا ست الكل مستخدمه لحمه، فبالتالي فول الصويا مش هيأثر خالص. تمام؟ فول الصويا يا ست الكل مش هيأثر ابدا ابدا ابدا. انا مستخدمه لحمه. لو بتاع المصانع اللي بنجيبه هقولك اوكي، حقك تخافي على جوزك، حقك تخافي على ابنك، لكن غير كده احنا هنعمله في البيت حاجه اللوز وفاخر من الاخر. تمام؟ اول حاجه نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليها 150 جرام من الدهون. الجزار عارف الدهون اللي هو هيحطها لك، اي دهون بقى، بوش، دوش، اللي هي بتاعت بيت الكلاوي، الحاجات دي. كوبايه من فول الصويا، تغسليها كويس جدا 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 وتنقعيها. بعد ما تنقعيها هتعصريها، هتبقى شبه العيش المبلول زي ما انت شايفه كده. تمام؟ معانا ايه كمان؟ معانا هنا اهو بصلتين وسط نقطعوهم 4/4. بصلتين وسط متقطعين 4/4. مش هنصفيهم من ميتهم ولا هنعمل اي حاجه من الحاجات دي. احنا هتشوفوا الطريقه معايا ازاي. والحاجه بقى اللي بتغنيها لنا جوسي لوسي وتنزل معاكي قصاره، هي البيض خطير. نسيت اجيب حاجه وهي البيكنج باودر، بس هجيبه وما تقلقوش، هقول لكم على الطريقه. والحاجتين كمان اللي انا بحطهم على البرجر وتقدري تستغني عنه وتضيفي بداله بقسماط، انا بحب اضيف الفيجيتار بتاع البانيه. بضيف كيسين من الفيجيتار بتاع البانيه. ليه بقى؟ حد هيقول لي اشمعنى الفيجيتار يا ست الكل بيبقى عليه جميع انواع التوابل اللي بتديكي كده ايه، نفس الطعم. دول بيودولك البرجر بقى، عارفه، بيودولك العرب سات. احنا هنا في العرب سات هو بيودولك الاوروبي. استخدمي بقسماط، استخدمي معانا التوابل اللي معايا. ملح، انا فين الفلفل الاسود؟ انا فتحت بطرمان الفلفل الاسود والمصحف، انا عماله اقول في حاجه ناقصه في التوابل، وهي ايه؟ انا مش فاكره، لاني فاكره ان انا حطيت من التوابل كلها، ولكن بعد ما بصيت دلوقتي ما لقيتش الحاجه السوداء اللي انا كنت هحطها، وافتكرت ان انا ما حطيتش الفلفل الاسود. وده ما يمنعش ان انا هجيب الفلفل الاسود دلوقتي معاكم واحطه. فانا التوابل اللي هحطها ايه؟ عارفين خلطه ال11 بهار بتاعت كنور؟ انا الخلطه دي بقيت بعشقها يا جماعه، بقيت بعشقها بجد. بتفرق معايا جدا جدا في اي حاجه من المصنعات اللي بعملها. بحط منها كيسين، وبحط معلقه من البابريكا، لان اللي هيتنمر على كبتي انتوا حرين. اقسم بالله الكبه دي في كل البيوت المصريه، بس انا اللي جبت اجلها في ايه بقى؟ انا اتضحك عليا يا جماعه. انا معترفه ان انا اتضحك عليا. هتقولي لي بقى اتضحك عليكي في ايه؟ رحت اشتريت ده، والراجل قال لي ده تحفه ومش بيتكسر ومش بيشارك ومش بيحصل له اي حاجه. هوبا قلت لا، اعمل فيه عصير. الجو كان حر، كنا في الصيف، قلت طب ما احط معاه كام تلجايه كده. اول ما حطيت التلجايه لقيت لهولك اتشرخ. قعدت ادعي على الراجل والله العظيم. وكنت جايبه الشفشق ده، والله يا جماعه، والله الراجل قال لي ده انضف حاجه، فانا بحب اجيب الحاجه النظيفه عشان تفضل معايا فتره، فاهمني؟ فاتضحك عليا وجبته ب 350 جنيه. والصيف اللي فات ده والله جبته ب 350 جنيه، وللاسف اول ما عملت فيه العصير شرخ مني. بس على مين؟ احنا كستات بيوت مصريه هنشتغل فيه برده، والله لو في ايه هنشتغل. تمام؟ ادي السكينه هنحطها. تمام؟ ونحط البصل. فرن ناعم جدا جدا جدا، ومش هعصره. تمام؟ مش هنعصره اهو. لا التنمر،
لا للتنمر يا جماعه. هو ده حظي من المتابعين بتوعي. بصوا فرمت البصل، البصل فرمته ناعم جدا جدا جدا. هحط معاه بقى فول الصويا. فول الصويا، يا نهار ابيض يا جماعه. هنا انا هوت البصل نعمناه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده حطينا عليه فول الصويا. تمام. هضيف معاهم البيضتين ونضرب. تمام. هضيف معاهم البيضتين ونضرب علشان انا عايزه الفول الصويا ده يبقى زي العجينه بالظبط، البصل ما يبقاش باين فيه. البيض دي واحده. حط معاهم التوابل. تمام. حط حبه فلفل اسود حلوين كده. البرجر يحب الفلفل الاسود، فظيع. تمام. هحط معاهم بقيه التوابل. تمام. هحط معاهم بقيه التوابل. هنضرب بقى حبه كمان. تمام. منوره اهو. بقى هو ده بقى اللي انا كنت عايزاه. هتشوفوا بقى دلوقتي الشكل. بصوا اهو. شايفين الخليط؟ واضح ولا اوضح اكتر؟ باين ولا باين اكتر؟ اهو. نشد على التكبيس يا جماعه. بصوا شكل اللحمه باين ولا باين اكتر؟ اهو. بصوا اهو. ده شكل اللحم، ده شكل اللحم. عشان نحط فيه الخليط اللي احنا عملناه. هنحط اللحمه، نحط بقى عليها الفول الصويا اللي بالبصل اللي بالبيض اللي بالتوابل. تمام اهو. معلقه. نحط بقى عليها كيسين الفيجيتار. لسه هجيب المقص اعمل كده على طول. بص معلقه صغيره. تمام اهو. ونعجن بقى يا ست الكل. نشمر الاول ونبتدي بقى نعجن. تمام. لو حسيتي ان هي مثلا محتاجه معاكي معلقه او معلقتين صغيرين من الدقيق خدي. اهم حاجه تخليها تبقى رابطه معاكي. تمام. احنا هنعجن كده اهو. تمام. بصوا انا صنفتها اهي. بصوا الشكل كده. عملنا البرجر. بص شكل البرجرايه اهو. احنا هنكورها كلها. موجوده معايا هنا نص صينيه اهو. بصوا بقى انا بعمل ايه. ديت الاكياس العاديه بتاعت التلاجة. لو انت ما عندكيش المناديل اللي بتتباع للبرجر، لو انت ما عندكيش زي كده انا ما عنديش، فانا بستخدم الكياس دي. بعمل ايه؟ تمام. وكالعاده هنقطعها من هنا اهو. بتقطعيها كده كده اهو. تمام. قطعناها كده اهو. وتروحي جايه برضو عند الحته دي وتروحي قاطعه الكيس كده. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى معانا الاله اللي هي بتاعه البرجر. تمام. ونحط دي، هنحطها هنا اهو. ونمسك كوره من بتاعه البرجر نحطها. نروح قافلين الكيس عليها كده كده اهو. ونروح دايسين كده. تدوسي بقى ايه بكل قوتك، بكل قوتك وبكل جبروتك. تدوسي اهو. تدوسي كده اهو. تمام. تدوسي كده اهو. يطلع معاكي احلى برجرايه. ايه رايكم؟ اهو.
هنعمل واحده تاني معاكي اهو. بصوا، تسلمي لي يا ناردين، الله يعزك يا حبيبتي، الله يعزك. نفسك بقيه الكيس حطيناه هنا اهو، ونحط قطعه البرجر ونروح قافلين عليها وبكل قوتك وجبروتك على البرجرايه. تروحي مطلعاها بقى من الكيس اهي. تسلمي لي يا حبيبتي. باينه ولا ابين اكتر؟ باينه ولا ابين اكتر؟ برجر ده برجر المصانع ولا مش برجر المصانع؟ كنت عملت 2 كده، بعمل 2 تمام، واحط في النص جبن واحط عليها واحده كمان وبقفلهم في نفس المكبس، تطلع لي البرجرايه محشيه جبن من جوه، بتبقى خطيره 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 والله العظيم. بس انا ما عنديش جبن الصراحه اهو. بصوا